استنى بالله عليك، لو أول مرة تتابعني اشترك في القناة وشير الفيديو ده على قد ما تقدر، ولو متابعني اسمع الفيديو ده بالكامل. الله يبارك لك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي وكل اللي واقفين جنبي وما يسندوني وما يدعموني، انا عارف ان انا راجل بسيط وبقدم محتوى بسيط، مش بقدم محتوى زي الناس اللي هي تطلع اغاني وتلقى الفيديو في دقيقة طلع ترند. واحد يعمل مقطع فيديو كوميدي في دقيقة تلقاه طلع ترند، لكن لما يشوفوا مقطع فيديو او محتوى بتاع انسان بسيط الناس بتتجاهل. لما واحد بيقول عايز اسمع صلاة النبي الناس بتتجاهل. لما يقول واحد عايزك انت وبتتكلم تقول عايز اسمع، عايزك تستغفر ربنا، عايزك تقول لا حول ولا قوة الا بالله، لما نذكر اسم الله في مقطع فيديو الناس بتتجاهل، بيدوروا على حاجات الهايفة، حاجة فيها رقص، حاجة فيها كوميدي، حاجة استغفر الله العظيم والعياذ بالله. ده اللي بيطلع ترند الايام دي. لكن مسألة ان احنا نذكر الله ونذكر الرسول، ولما نفكروا ان احنا نعرضوا محتوى هادف للناس او حالة انسانية بنقدموها في مجتمعنا اللي احنا فيه دي الناس بتتجاهل. لكن خلي كده مقطع فيديو يكون في رقص ولا يكون في حاجات هلس، تلقى ابو مين مع عمال يشير في مقطع الفيديو، ممكن عشان نبذي او ممكن عشان موقف ما ملوش عازة، يعني موقف عادي وواحد بيتكلم فيه تلقاه طلع ترند في دقيقة. لكن لما واحد بيقدم محتوى بيقول كلمتين ينفعوا الشباب وينفعوا الناس، ينفعوا الام وينفعوا الاخت في الزمن اللي احنا فيه دي الناس بتتجاهل، بتكبر الكلام دي. طب ليه؟ طب ما انا اركز في الكلام حتى عشان اعمل بيه. انا طالع عشان خاطر افيدكم وافيد نفسي، افيد نفسي انكم انتوا واقفين جنبي بتدعموني، وانا بقول بالنصيحة. يعني والله انت وقفت وسمعت الفيديو ودعمتني وبتاخد بالنصيحة، جزاك الله كل الخير. فانت لو تجاهلت دي حاجة براحتك، انا مش بغصبك انك انت تقف معي وتدعمني، لا، ده محبة الناس دي مش مع تشتري، لا تشتري ولا تتباع. محبة الناس دي مع تيجي من القلوب، وطول ما قلبك نظيف وقلبك ابيض عمرك ما تكره الخير لحد، لا دايما تحب الخير للناس. وانا نفسي يعني يكون المحتوى اللي انا بقدمه ليكم او كان حتى كنت انا بعرض حالتي عليكم، يا رب تكون هي بتعجبكم وما كنش بعمل حاجة غلط قدامكم، وعايزكم تقفوا معاي زي ما انتوا واقفين وتدعموني، وعايزين نسمعوا ذكر الله دايما على اللسان، دايما نذكر الله احنا وقاعدين، احنا وماشيين، احنا ونايمين، لازم ذكر الله يكون على اللسان عشان خاطر قلوبنا تطمئن، عشان الناس تبقى ماشية مرتاحي، تبقى ربنا غفر لك ذنوبك، تبقى نظيف كده بينك وبين ربنا، وتبقى قريب من ربنا. كل ما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عليك وهيقرب لك الخير حيث ما يكون، وعمره ما هتقع في زنقي. الله بين ما تولي هتلاقي الخير قدامك، هتلاقي الخير قدامك. ليه؟ انك قريب من ربنا وعارف طريق ربنا وما بعدتش عن ربنا نهائي. تمام؟ فلازم تقرب من ربنا شوي، وادي رسالتي عايز اوصلها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.